واخيرا بعد طول انتظار لعبة فانتسي كاس العالم فتحت، والناس اللي كانت مستنية طبعا اللعبة دي تفتح بفارغ الصبر عشان تعمل فريقها. ببشركم اللعبة فتحت امبارح، وتقدر تدخل على الموقع وتعمل الاكونت بتاعك عشان تلعب لعبة فانتسي كاس العالم. في حلقة النهارده هكلمك ازاي تسجل في اللعبة، وايه هي التشيبس المتاحة، والنقط بتتحسب ازاي، وايه الجوائز اللي بتقدمها اللعبة. بس طبعا وكالعادة ما تنساناش بلايك وسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار عن اللعبه سيب لي تحت في الكومنت، سواء في انك انت ازاي تسجل، الدنيا ماشيه ازاي في اللعبه، برضو مين اللعيبه اللي انت هتجيبها. كل ده انا هكون معاك ان شاء الله في الكومنتس. وما تنساش طبعا بالسبسكرايب عشان تتابع فيديوهاتنا اللي ان شاء الله هيكون عندنا فتره افتتاحيه حلوه قوي لفانتسي كاس العالم. خلينا بقى نبتدي باول سؤال، وهو ازاي تسجل في اللعبه. اول حاجه هتدخل على play.fifa.com وتعمل اكونت، تعمل طبعا ساين اب. ولو انت من الناس اللي لعبت كاس العالم اللي فات ولعبت الفانتسي بتاعته، تقدر انك انت تعمل ريتريف للباسورد وتعمل ابديت للاكونت بتاعك بسهوله. يعني لو انت هتبتدي من الاول اعمل ريجستر، اما لو انت لعبت قبل كده لعبه فانتسي كاس العالم بتاعت روسيا ممكن تعمل فورجوت باسورد وتعمل ريتريف للاكونت بتاعك. طبعا زي اي لعبه فانتسي بتختار 15 لاعب، حارسين و5 مدافعين و5 في خط النص و3 مهاجمين، وبيكون طبعا ميزانيتك 100 مليون للعيبه دي، وبتختار منهم 11 لاعب عشان يكونوا في تشكيلتك الاساسيه و4 على الدكه. بس خلي بالك وانت بتختار فرقتك لازم تخلي بالك من شويه حاجات. اول حاجه طبعا ان لازم يكون عندك تشكيله فاليد، بمعنى ان التشكيله بتاعتك الاساسيه اللي انت هتلعب بيها ما يكونش فيها اقل من 3 مدافعين او 2 في خط النص او مهاجم واحد. الشرط الثاني انك انت لازم في فتره الجروب ستيج ما يكونش عندك اكتر من 3 لعيبه من نفس الفريق، وفي دور ال16 ما يكونش عندك اكتر من 4 من نفس الفريق، وبتفضل الارقام دي تزيد لحد الفاينل. ولازم ما يكونش عندك اكتر من 8 لعيبه من نفس التيم في الفايت. طبعا زي اي لعبه فانتسي بتختار كابتن، والكابتن ده نقطه بتتضرب في 2. في فايس كابتن؟ لا مفيش فايس كابتن. بس اللعبه دي فيها حاجه حلوه قوي، انك انت ممكن تعمل سبستيتيوشن للكابتن بتاعك، بس بيكون طبعا السبستيتيوشن ده مانيوال. ازاي يا شلبي؟ تعالى اقول دلوقتي. لو انت مثلا سي انك انت عندك الماتش الافتتاحي او الجوله الافتتاحيه هيكون ميسي مثلا هيلعب فيها، وتاني يوم هيلعب مثلا نيمار، وتالت يوم مبابي، فانت عندك الثلاثه في فرقتك، فانت هتحط الكابتنه في الاول على ميسي، وبعد كده طبعا هتنقل الكابتنه لو ميسي عمل بلانك هتنقلها على الكابتن اللي بعده، وبعد كده مثلا تعملها على مبابي لحد ما تستقر على الكابتن بتاعك، والكابتن بتاعك يظبط معاك ويجيب لك نقط. فضروري تاخد في اعتبارك الاستراتيجيه دي وانت بتختار الكابتن بتاعك. طيب التبديلات بتمشي ازاي؟ بيكون عندك حل من الاثنين. اول حل انك انت تسيب اللعبه تعمل لك اوتوماتيك سبستيتيوشنز. طبعا انت بترتب الدكه بتاعتك، الاربع لعيبه اللي على الدكه بينزلوا باسبقيه تواجدهم على الدكه، لاعب رقم 1 و2 و3، ولكن بشرط لازم التشكيله تكون فاليد زي ما اتكلمنا قبل كده، ان لازم يكون فيها على الاقل مهاجم واحد واثنين في خط النص وثلاث مدافعين، فلازم الشرط ده يتحقق. لو انت بقى ممكن عايز تشغل مانيوال سبستيتيوشنز بيبقى نفس النظام زي الكابتنسي. انت بتتكلم على مثلا لو انت عندك لاعب هيلعب اول ماتش دي، وبعد كده عندك مثلا 2 على الدكه، فانت ممكن تطلع اللاعب ده وتنزل واحد تاني من على الدكه، ساعتها الاوتوماتيك سبستيتيوشنز بتاعتك بتختفي طبعا، ومش بيحق لك انك انت تستعملها. وطبعا بيبقى في ليجز، ممكن تعمل جوين لليجز، وما تنساش طبعا تعمل جوين لليج يلا فانتسي عايزين نلعب كلنا مع بعض لعبه فانتسي كاس العالم، او تعمل انت ليجز مع صحابك. طبعا زي اي لعبه فانتسي بتعمل كرييت ليج وبتبعت سواء لينك انك انت صحابك يدخلوا معاك الليج، او بتبعت لهم كود، وهتلاقي طبعا لينك الليج بتاعنا تحت في الديسكريبشن، او الكود بتاعنا ظاهر قدامك دلوقتي على الشاشه. اعمل جوين لليج يلا فانتسي وخلينا نلعب مع بعض. طب ايه اللعبه دي ما فيهاش تشيبس؟ لا اللعبه دي فيها تشيبس، فيها 3 تشيبس. اول تشيب هي الوايلد كارد، زي ما احنا عارفين طبعا الوايلد كارد بتسمح لك انك انت تغير فرقتك كلها وتجيب فريق جديد،
ومسموح لك تستعمل وايلد كارد ما عدا طبعا في جولتين اتنين، الجوله الافتتاحيه لان انت كده كده بيكون عندك unlimited transfers، ودور ال 16 لان انت كده كده بعد الجروب ستيج بيتفتح لك التبديلات الى ما لا نهايه، تقدر تغير فرقتك كلها بعد الجروب ستيج. تاني تشيب معانا وهي ال 12 مان. ال 12 مان دي عباره ببساطه انك انت بتختار لاعب رقم 12 عندك في الفريق، يعني انت مش هتلعب الجوله ب 11 لاعب بس، لا انت هتختار لاعب زياده، واللاعب ده تقدر تختاره بدون اي قيود. يعني انت مش محكوم بميزانيه، مش محكوم بعدد تبديلات، مش محكوم بفورميشن معينه، انت بتختار اللاعب اللي انت عايزه. بس خلي بالك اللاعب اللي انت هتختاره ده لا ينفع تكابتنه ولا ينفع تغيره جوه الجوله، وطبعا اللاعب ده بعد الجوله ما بتخلص اللاعب ده بيطلع بره فريقك تمام. اخر تشيب معانا وهي تشيب الباور كابتن. والباور كابتن انا بشوفها احسن من التريبل كابتن، لان انت الكابتن بتاعك في الجوله اللي انت هتفعل فيها التشيب دي هو بيكون اعلى لاعب جايب نقط في تشكيلتك، فانت مظبط حالك وقاعد كده ومش قلقان من اي خزوقه من الكابتن، لان كده كده الكابتن اللي هيكون بتاعك الجوله دي هو اعلى لاعب جايب نقط عندك في الفريق بدون اي مشاكل خالص. فدي تشيب بصراحه حلوه قوي ان هي ما فيهاش اي ريسك. طيب تبديلاتك هتمشي ازاي في اللعبه دي؟ انت بيبقى في فتره الجروب ستيج بيكون عندك تبديلين اتنين، وفي دور ال 16 بيكون عندك unlimited transfers، تقدر تعمل تبديلات وتغير فريقك زي ما انت عايز. وفي دور ربع النهائي بيكون عندك 4 تبديلات، وبتفضل تزيد في السيمي فاينل لحد ما توصل 6 تبديلات في الفاينل. ومسموح لك طبعا انك انت تحتفظ بتبديل واحد، في تبديل واحد بس تقدر تحوشه من جوله لجوله، بس لو انت حوشت تبديلاتك دي في الجروب ستيج في دور ال 16 طبعا اي تبديل انت محوشه هيروح عليك. طيب اللعبه دي النقط فيها بتتحسب زي لعبه فانتسي البريمير ليج؟ لا، في شويه تغييرات بسيطه كده، تعالى اقول لك ايه هي. اللاعب بياخد نقطة واحدة بعد ما يلعب أكتر من 60 دقيقة، مش زي فانتسي البريمير ليج بيبقى أول ما يلعب بياخد نقطة وبعد 60 دقيقة بياخد النقطة التانية. لا، أنت نقط أو النقط اللي هيلعب اللاعب لازم بتتحسب بعد 60 دقيقة. يعني لو اللاعب لعب 59 دقيقة مش هيتحسب له أي نقط طبعا ان هو شارك في المباراه. اي لاعب طبعا يجيب اسيست بياخد 3 نقط، ولو خد انذار بيتخصم منه نقطه واحده، ولو خد طرد بيتخصم منه نقطتين، ولو تحصل على ضربه جزاء بيتحسب له نقطتين، اما لو تسبب في ركله جزاء بيتخصم منه نقطه واحده. نمسك بقى نقط الحراس. خلينا بقى نشوف الحراس نقطهم بتتحسب بناء على ايه. دلوقتي الحارس لو جاب كلين شيت بياخد 5 نقط، بس خلي بالك الحارس لازم يقعد في الملعب اكتر من 70 دقيقة عشان يتحسب له 5 نقط كلين شيت. وطبعا لو جا فيه جول زيادة بعد الجول الاول بيتخصم منه نقطة واحدة. بمعنى لو اللاعب ده مثلا جا فيه جولين بيتخصم منه نيجاتيف 1، لو لعب وجا فيه 3 اجوال بيتخصم منه نقطتين، وهكذا. ولو صد ضربة جزاء بياخد 3 نقط، ولو عمل 3 سيفز بياخد نقطة واحدة. اما بقى بالنسبة للمدافعين بياخد كلين شيت 5 نقط بيتحسب له بعد الدقيقة 60، مش زي حراس المرمى بعد الدقيقة 70. ولو المدافع ده جاب جول بياخد 7 نقط، واي جول يجي فيه زيادة بعد الجول الاول طبعا بياخد -1 زي حارس المرمى بالظبط. اما بالنسبة لخط النص لو الراجل جاب جول بياخد 5 نقط وبيتحسب له كلين شيت بعد الدقيقة 60 بياخد نقطة واحدة، ومع كل 3 تاكلز مظبوطة بيتحسب له نقطة واحدة. اما بقى بالنسبة للمهاجمين لو جاب جول بياخد 5 نقط، ومع كل 2 شوتس اون تارجت بيتحسب له نقطة واحدة زيادة. اما بقى بالنسبة لجوائز اللعبة انك انت لو انت كسبت اللعبة بتاخد تذكرتين لمباراة الفاينل بتاعة كاس العالم. طبعا الجايزة دي غير شاملة الانتقالات والسفر او الاقامة، هي بتبقى بس تذكرتين. اللي فايز بيسمح له ان هو ياخد معاه حد لمباراة فاينل كاس العالم. دي كانت حلقتنا ويلا فانتسي، وبفكرك تعمل جوين الليج بتاعنا، هتلاقي الكود ظاهر قدامك دلوقتي على الشاشة، وتعمل لنا لايك وسبسكرايب. ولو عندك اي استفسار عن اللعبة سيب لي تحت في الكومنتس وانا هرد عليك، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. ويلا فانتسي.